احلى اكله مصريه واقتصاديه من ايام زمان قوي هي البصاره. طبعا ليها عشاقها اللي بيحبوها عشان بتفكرهم بريحه زمان. تعالوا نشوف ازاي هنعملها، وان شاء الله طعمها وريحتها هتطلع معاكم زي بتاعت زمان بالظبط. مكونات البصاره بتاعتي، اول حاجه فيها والمكون الاساسي هو الفول المدشوش. هنجيب كيلو فول مدشوش ونغسله كويس وننقعه لمده ساعه عشان ينزل اي رواسب فيه ويساعد في سواها بسرعه. بصلتين كبار هنقطعهم مكعبات كده، وراس توم كبيره. واخر حاجه معايا بقى في المكونات ربطتين كزبره وربطتين بقدونس. طبعا هنغسلهم كويس ونقطعهم قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. المكونات بتاعتي دي كلها هنحطهم على بعض وفي حله على النار، ونضيف عليهم الميه. احط ميه لحد ما الميه تغطي وش الفول والمكونات اللي انا حاططها دي. نولع عليها النار على نار عاليه في البدايه. اول ما تغلي نهدي النار ونشوفها مع بعض بعد ما تستوي. كده خلاص اهي، ده شكلها بعد ما استوت اهو زي ما احنا شايفين كده. الفول بتاعي طبعا بلاقيه اتهرى بالشكل ده، تبقى كده خلاص استوت. لو فتحنا عليها ولقينا الميه بزياده شويه تمام، ممكن نصفي الميه دي علشان ما تبقاش سايبه معانا بعد ما نضربها في الخلاط. احنا دلوقتي خلاص بعد ما وصلت المرحله دي هنطفي عليها النار، ولو في متاح هاند بلندر ممكن نضربها في الحله زي ما هي كده بالهاند بلندر، ولو مش متاح ناخدها على الخلاط نضربها في الخلاط. وبعد ما نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر ده بيبقى شكلها، بنضربها لحد ما تنعم قوي كده. دلوقتي بقى نجهز التقليه بتاعه البصاره بتاعتي تمام، وهي عباره عن 3 بصلات كبار هجيبهم هيتقطعوا شرايح جوليان كده عشان نحمرهم، وحوالي راس توم كبيره طبعا متقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ونرفعهم على النار لحد ما يتكرملوا بالشكل ده تمام. اول ما يتكرملوا كده طبعا انا حطيت البصل الاول خد التحميره، وبعد كده نزلت بالثوم عشان الثوم بيتحرق بسرعه تمام، ويتحمر كده يبقوا لونهم ذهبي او اغمق من الذهبي حاجه بسيطه. نرفعها بقى على النار تاني عشان هتاخد غلوه مع التسبيكه بتاعتنا اللي احنا جهزناها. ننزل بنص التقليه بتاعتي على البصاره. اللي اتبقى معانا ده بقى ده اللي هنزين بيه الاطباق بتاعتنا بعد ما تتعمل. نقلب بقى كويس ونهدي عليها النار ونظبط الملح وننزل بالبهارات بتاعتنا. والبهارات بتاعتي معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره شطه، ومعلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره مليانه كزبره مطحونه، ومعلقه صغيره فلفل اسمر. وتظبطوا الملح بتاعكم على حسب الرغبه. وبس كده نقلب كله مع بعضه ونهدي عليها النار ونغطيها شويه لحد ما تسبك مع بعضها، ونسيبها بس يا دوبك تغلي غلوه. اول ما تبدا تغلي تمام نطفي عليها النار تاني. وخدوا بالكم هي تقيله قوي، يعني لو ما قلبناش ناخد بالنا منها كل شويه نقلب علشان ايه ما تلزقش من تحت وتتحرق. اول ما تغلي هنطفي عليها ونشوف هنقدمها ازاي. كده خلاص اهي، ما بسيبهاش تطول على النار ماشي. وهي سخنه بقى نبدا نحطها في الاطباق، نبدا نهزها كده بس عشان ايه وشها يتساوى، وننزل عليها بقى بالتقليه اللي احنا عاملينها عشان نزين بيها الوش كده. وعلى فكره ممكن تحطوا توم بس، في ناس بتحط توم بس، في ناس بتحط بصل وتوم. يعني الطبق ده انا عامله ببصل بس، الطبق التاني هعمله ببصل وتوم بالطريقه دي. يلا جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي، خاصه عشاق الاكلات القديمه اللي للاسف ما بقتش موجوده دلوقتي وقربت تنقرض. وما تنسوش يا جماعه اللايك والشير كتير عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم.